الحكم عليه بتقريبا 10 سنوات سجنا هنا في فرنسا. نعم، بس قد يحصل على البراءة أيضا. ليست هناك براءة، لن تكون هناك براءة لسعد المجرد. لغة بخيول رافضة تماما لأي تسوية بالمال وتريد أن تتخذ المحكمة الفرنسية مجراها. السلام عليكم الإخوان والأخوات، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا رب العالمين. هيهات وكتشوفوا 3 ونصفات. جيت معطل في التليفون، شبعنا بابو، جينا للدار لقينا السوشيال ميديا منوضها، ممثلين ملحنين ما نعرف شنو، العالم كله كيبكي آسر لمجرد 6 سنين ديال الحبس. هذه تقريبا 3 ايام كانوا كيقولوا ان راه صافي الحكم ما بقاش بزاف. كان تحكم فعلا 6 سنين، كان ممكن يكون ما بين 7 سنين و 10 سنين كما شفنا في البدايه ديال هذا الفيديو، هذا الحوار هذا الصحفي اللي غنخليو لكم التتمه ديالو بعد ما نسالي هذا الملخص البسيط. انا ما جيتش نهضر على سعد المجرد كانسان، يعني الفنان على راسي وعينيا، انسان وصل العالميه، اغنيه واحده وصلت مليار المشاهدات ديال المعلم، فيديو كليبات، ستيل، غنى، كل شيء اللي بغيتو تقولوا على زعما توب، ما كاينش بحاله. ولكن كانسان يعني انسان يعني ما عندوش علاقه فيما يخص يعني الفن، هذه حاجه اخرى اللي هنا الناس ما فاهمينش بزاف الحوايج، حيت خصنا نخليو العاطفه. وديما كنقولوا يعني اللي دار الذنب يستاهل العقوبه، يكون ولد من بغى يكون ولد وزير ملك اللي بغى يكون، القانون هنا ما فيش اللعب. ولو كان المغرب لا كانت بزاف ديال الحوايج كانوا غادي يتبدلوا، ولكن هذه دوله الحق والقانون. نبداو القصه من الاول باش تفهموا مزيان الفيلم. صافي، انا كنعاود نقول هنا انا جد معجب، وكنت ديما معجب بسعد المجرد. درت له كوفير ماشي 2 ماشي 3، الاغاني ديالو كيعجبني بزاف، ولكن بعد ما وقعوا شي حوايج صافي تما تنطح في عينيا، لاني كنت كنقول نهار تحكم تما غنعرف واش هاد السيد ظالم ولا مظلوم. واليوم يعني العالم كله تاكد، وفعلا عنده 10 ايام باش يدير الاستئناف ديالو ويتقاتل على حساب البراءه ديالو الى جاب ادله. القضيه ديال انه تزوج وانه دابا المراه حامله وان داكشي كامل الصراحه جات قريبه مع الوقيته ديال المحكمه، فاذا كان هادشي بصح فالله يسهل عليه والله يعاونو. كان هادشي فقط اللي باش نبينوا للعالم ان السيد سعد المجرد تبدل، ما بقاش سعد المجرد شحال ديال هذه، لان هادشي كله جاب الطيش للاسف. القصه كما كنعاودوا نقولوها جات 26/10/2016، كلشي العالم عارف التاريخ هذا، النهار اللي غيتلاقى مع لورا واحد السيده اللي هي مؤثره، كدير شي ديال تيلي رياليتي، يعني كدير الواقع التلفزيوني، كتخرج وكتهضر ومؤثره ومعروفه جدا. هذيك الليله ديال 26/10/2016 كانت فواحد البار مع اصدقاء ديالها، كيقولوا كتحتفل بعيد الميلاد ديالها، وتما كان سعد المجرد مع العشيران ديالو، وكان اصدقاء ديالو وواحد الدريات اللي كانوا واحده منهم صاحبه الصديق ديالو، فكانوا تما عاطينها البلاصه، كلشي كيضحك كيطنطن. لورا غتشوف فيه وغيشوف فيه، لانه سعد المجرد ولا مشهور جدا في ديك الوقيته ديال 2016 بزاف كاع. غادي يبدا يسول صاحبه يقول شكون هاد البنت هذه، يقول له فلانه كنعرفها من هنا. قال له تقدر تعرض عليها؟ جات جلست معاهم، عاشوا الحياه، ضحكوا شربوا ما نعرف شنو. سعد المجرد اقترح ان نمشيو للبار اخر، مشاو لواحد الحانه اخرى، لا يكون شي واحد ما فهمش كلمه بار ثاني، شربوا مزيان عاشوا الحياه شويه. قال لهم سعد المجرد علاش ما نمشيوش للوطيل ديال الصديق ديالو فين كينعس الصديق ديالو. فعلا مشاو للاوتيل، سول له راه قال له واش تمشي معايا؟ قال لي نمشي معاك. الصديق ديالو عنده صاحبته واحد 2 دريات اخرين، مشاو كيقصروا في الشومبر ديال الصديق ديالو. تما قادت الطرح صيبه القضيه. خونا كما معروف عليه وكما هو اعترف مؤخرا، ماشي انا اللي غنقولها دابا في هذه المحكمه هذه، اعترف انه هو كيشرب بزاف كوكاكولا، كيشرب ماشي جرعه ماشي جرعات، يعني صراحه بزاف ديال الجرعات كان كيشرب. فهو بدا كيشرب قدام الناس، شويه شاف تعيا قال لها لورا تمشي معايا، كاين الاوروبي العقلي قالت يمشي معاك، يعني شافته كان كيشرب حتى هو، شرب ماشي جرعه ماشي 2، شرب مزيان كوكاكولا، مشى معها للبيت، بدا هو كيتقرب منها، مني منك شويه هكذا ويبوسها. السيده قالت له واخا ماشي مشكل، البوسه الاولى باس، الثانيه قالت له لا، ما كتعرفوا ما والو، يعني ما هنا المشكل ان انتم اللي ما كتعرفوش القضيه ديال كوكاكولا. الا كثرتي من كوكاكولا، او الانسان اللي ما عندوش مع كوكاكولا اول مره كيشربها كترول له حياته. علاش؟ الانسان اللي ما عندوش ثقه في النفس او الحشومي مع كيشربها كيتبلبل، كيولي هلهل، يعني كيسرح، كيولي انسان صافي كيطير منه الحياه، كيولي يدير شي حاجه اللي ما عمرو دارها، لان المخ ديالك كيتفلسع صافي، كيتلاقى لك البوزيتيف مع النيجاتيف، وكيتخلط لك العسل مع الطحين والكهرباء مع الضوء. صافي الكهرباء ماشي المغناطيس مع الضوء، يعني انت كتولي انسان اخر. المشكل ديال ان سعد المجرد يعني بعد ما يعني زيد على هادي، يعني بعد ما ضرب هادي كوكاكولا وعاش هو عنده، يعني تخيل معايا انت ضرب 3 ديال الشربات، شرب الشربه الاولى والثانيه والثالثه، وانت سعد المجرد وانت شي حاجه طب،
زيد على انه كيعاني واحد الاضطراب نفسي سميتو مازوخي، يعني كيكون عنده واحد الساديه مازوخيه. هاد الساديه المازوخيه هي انسان انه كيبدا كيعجبو يشد الفريسه ديالو ويهرمكها، يعني يتكرفس عليها مزيان باش كيبين القوه ديالو على هذا الانسان. هادشي هذا كيبقى مخبي، ولكن انت ملي كتضرب كوكاكولا ماشي كوكاكولا، يعني اي حاجه اللي تقدر تكون القرقوبي، يقدر يكون اي حاجه كتفلت عليك المخ، فانت هنا كتحول. ولكن عارف ان كوكاكولا هي من اشد الله يسر الله يسر. فالسيده قوماتو قالت له لا بعد مني شدها صحه تمايا. كيقول على ما كتقول هي في الكلام ديالها عندها فيديو فيه اكثر من 15 دقيقه، انه رماها على السرير بدا كيزير عليها. البوسان كحمض النووي ديالو كاين، يعني غيقلبوا غادي يلقاو لتحت ما كان والو، ولكن كان اثار ديال الحاول تقطعوا حوايج مقطعين، يمكن تصور ديال الكدمات وديال الجر وما نعرف شنو. السيده خرجت من الاوتيل هبطت لتحت عيطت للمخزن، صافي مشات ديريكت هي من يوم يبردوا فيها سالت كتجري، لان السمعه ديال الاوتيل انت هي غتمشي فيها. فهو بقى تما منشور، مشات هي عند المخزن هي فاش تما غادي يجيو غادي يعتقلوه، قلبوا عليه لقاو تما صوروه سالينا. الفضيحه اللي غتوقع ان هاد السيده هذه يعني ما كانش عندها رغبه ان تبان شي حاجه، لانه هو بعد ما تشد ديك اللقطه ودرت بوم، يعني التسريب ديال التصويره ديال شي واحد كان داز تما وصورو، او لا كان شي واحد تما متربص ليه وصورو، لان السيده بعد ما قالتها اكيد شي واحد غادي يصورو، يقدر يكون بوليسي كاع ماشي ضروري يكون واحد مواطن عادي، بوليس من البوليس صوروا ان سعد لمجرد هذاك ماشي شي خروطو، سعد لمجرد. فضرب فيها من شهر 10 حتى لشهر 2 ولا ما عرفت شهر 3، كانوا كيقولوا شهر واحد طلقوه شو يبقى كيمشي وكيجي. هذا هما التداعيات اللي كانوا تما. السيد هي في ديك الوقيته من شافت ان ولا بزاف ديال الناس كيسول شكون هي السيده هذه، هي فاش خرجت درت واحد الفيديو فيه 15 دقيقه، وبعد ما درت الفيديو 15 دقيقه بداو كيجيو اتصالات ديال بنات اخرين، شي من بلجيكا شي من الامريكان شي من المغرب، اللي كانوا كيطالبوا كيقول لها حنا مزوقين فيك ما توقفيش كملي في هذا السوجي، لان راه كاملين كاين عدد ديال الضحايا ديال سعد المجرد. تخيل السيد يعني ترون، وهو دابا حاليا المحامي ديالو اعترف ان حاولوا يعطيوها 400,000 اورو، نص مليون عباد الله ديال الاورو. كنقولوا 400,000 اورو يعني راه 400 مليون مغربيه باش، ولكن هي ما بغات تاليا. واش انسانه كاين شي واخا بيني وبينكم لو كان هادشي وقع في المغرب كنت طوات الدوسي ما كاين لا محكمه لا زفت، صافي بيناتنا سير بحالك ما كاينش. هذه فرنسا ماشي المغرب، وفرنسا ما معاش اللعب وبناتها ما معاهمش اللعب. يوقع اللي وقع. تخيل في المحكمه اليوم قالوا ان راه جات مغربيه، ما قالوش لا شكون سميتها ولا صورتها ولا والو، مغربيه اللي شهدات. يعني كان واحد ترونات ديال بصح. سعد المجرد غرق. اليوم فازت كحاله اعترف على نفسه انه هو في واحد الفتره معينه من حياته، يعني قبل 2016، يعني في ديك الوقيته ديال 2016 وقبل، وهو 2016 بعد ما وقع المشكل راه وقع له مشاكل اخرى وخرج ودار شي طيش، ولكن كان كيتعاطى قال لك باش زعما كاين يهدن على الضغوطات النفسيه ديال الخدمه ديالو باش يقدر يسير الحياه ديالو المهنيه. كارثه عظمى هذه من ناحيه اخرى. ان سعد المجرد يعني الانسان ملي كيكون واصل واحد الطوب وانت كتكون درتيها مره وجوج وثلاثه وكتلقى راسك ان عندك كيفاش دير باش تكالي على الكواليد ديالك، عندي المال عندي الشهره عندي المحامي ديال الملك، فانت ما كيبقاش يهمك. رحتي فرنساويه هبطتيش مغربيه، هذيك ديال الامريكان كيعاودوا على ان ثاني دهنوا الفلوس، بلجيكا دهنوا الفلوس وما نعرف شنو كوارث كحله. هذا الشيء هو اللي خربها وعايزه تكملها. اعترف على نفسه انه فعلا كان كيتعاطى، غير مجرد انك تقول كتعاطى اذا صافي انت مرفوع عليك القلم، اذا درتي واخا ما درتي والو درتي. لان من السيده تقول لك بدي يقلبوني ويقلب الطب الشرعي ويلقى فيها الاثار ديال حاولة الافتراس، يعني مش صافي. هذه هي القصه كامله. كنظن ان 6 سنين احنا في المغرب الناس هضرت على الملك دخلت 4 سنين غير هضرت، ما تكرفست حتى شي واحد، ما قاصت حتى شي مراه ولا شي حاجه. وعندنا ناس اغتصبوا دراري صغار ما دخلوش الحبس، وعندنا ناس اختلسوا الاموال وخرج برخصه باش يشوف امو كتدفن وما عمرو رجع للحبس، وعندنا ناس كاع ما كاينين في الحبس وكاينين لا برا ولا الله فين كاينين. هذيك هي الزريبه، هذه فرنسا كتعطينا درس اخر. من 2016 ليومين هذا شحال 6 سنين وما كيتسناو الحكم، يعني سيروا اجي، ولكن الحق كيبقى حق والعدل كيبقى عدل. بكى سعد المجرد وقال لهم لا انا ما درتش، ما درتيش ولكن قصتيها بدون يعني ضد الرغبه ديالها.
اسمح لي، هذه فرنسا. البنت لا بغات مرحبا، ما بغاتش هز كلمه. هذا هو الغلط اللي دار. ولكن شنو اللي خلى سعد المجرد طاح هكا؟ كوكاكولا ها اللي خرج على سعد المجرد. ماشي معنى، انتم عارفين المعنى، ماشي كوكاكولا، انتم عارفين المعنى. خلى واحد السيد اللي هو اصلا عطاني الفكره كامله قال لك سكر كلاصي. هنا فين كنوصلوا. وكنظن ان ما تقولش ليا وسعد المجرد كنعرفو بحال ولدي كبر معايا، ما يديرش هادشي كامل. وسعد المجرد تعرف كيضرب هذا، سعد المجرد كينفح هذا، سعد المجرد كيضرب 3 الجغمات. باقي تقول لي وانا كنستغرب كيفاش كنعرفوا ما يديرش. بارك كونوا تحشموا على اعراضكم. السيد اعترف، نطلبوا يعني تسلك الدعوه. بغى يدير الاستئناف، نتمنى يعني يبان شي حاجه ويخرج هو براءه، ولكن براءه صعيبه حبيبي. 7 معاها وجوج. السيد راه 400,000 الاورو ما بغاتهاش. شنو بغات؟ بغات حقها فقط. وقالت لي كتكلم هي نيابه على كاع النساء اللي كانوا يا سعد المجرد. اخوان اخوات، نخليكم التتمه ديال الفيديو. عجبكم هذا الملخص خبطوا لايك، بارطاج، تعليق. ما تجيش من جهتي ولا من جهه الحق. وتفكر لو كانت السيده اختك ولا امك ولا بنتك، وتخيل لو كانت مغربيه شنو غادي يوقع. تعطلت عليكم، اعتذر والله كنعتذر. ليله سعيده، خليكم مع الفيديو. والله يهدي ما خلق. تصبحوا على خير. يقال أو ما قاله المحامي هو أن 7 سنوات مرت منذ أن انطلق هذا الملف. هذا معناه بأنه سيخفف الحكم على سعد المجرد، وهذا لن يمنع سعد المجرد من يعني الحكم عليه بتقريبا 10 سنوات سجنا هنا في فرنسا. نعم، بس قد يحصل على البراءة أيضا. ليست هناك براءة، لن تكون هناك براءة لسعد المجرد، لأنه ذكرنا في بداية قضية سعد المجرد خلال التحقيقات الأولية بأن هناك اعتداء. هناك اعتداء على الضحية. هذا ما أثبت انه ثبت الاعتداء الجنسي. اذن طيب، ثبت الاعتداء الجنسي. هناك شهود من اجبر على وضع اسوارة الكترونية لتتبع تحركاته. فعلا هذا المبلغ يعني هو الذي عرض على لوغا بخيول. انا تحدثت عرض عليها من سعد المجرد، نحن بنقول من طرف محامي سعد المجرد، بمعنى من طرف سعد المجرد. نعم، اوكي. عرض عليها هذا المبلغ الضخم، قيل انه 400,000 يورو. هل صحيح هذا المبلغ؟ فعلا، ولكنها لا تريد، لأنه ما حدث هي أنها بعد أن وقع ما وقع واتهمت سعد المجرد بالاعتداء الجنسي والاغتصاب وتواصلت معها نساء من المغرب وخارج المغرب. أيوة. قالوا للوغا بخيول بأنهن تعرضوا للاعتداء الجنسي من طرف سعد المجرد، ما جعل لوغا تطالب بحقها وحق هؤلاء النساء اللواتي لا يستطعن أن يتحدثن في العالم العربي عما حدث لهن من طرف سعد المجرد. أما زوجة سعد فكمان تكلمت أمام المحكمة وقالت أنه سعد تقدم خطبها وهو في السجن الاحتياطي، وأنه محب وحنون، وأنها تعرفه من سنوات، ولا يمكن للشخص اللي تعرفه يكون عمل ما هو متهم به. ووقتها هناك شهادة من طرف أخذت بعين الاعتبار لشابة مغربية، يعني لم تظهر المحكمة ولا حتى ما يحدث وتحقيقات، لا اسمها، ولكن نعلم بأنها مغربية. هناك قضية أخرى لفتاة بلجيكية تم تسويتها أيضا بالمال. هذه واحدة من الراقصات التي كانت مع سعد المجرد في حفل بتونس. أوكي. وحدث أيضا شيء من هذا النوع بينهما، ولكن تم تسوية الأمر. بين سعد المجرد كان حاضر رفقة أصدقاء له من الخليج، كان معزوم عندهم في الجنوب الفرنسي. ما وقع هو أنه كان ممنوع عليه، أتذكر بأنه المحامي اللي كان عنده الملف منع عليه أن يخرج من باريس. سعد المجرد ذهب إلى سان تروبي، تناول للأسف مخدرات، خرج عن السيطرة، ما جعله يرتكب بعض الحماقات التي تمكن الأصدقاء من لمها وجمعها. لكن هل هي حماقات أم جرائم؟ لا تعتبر بحد الجريمة، ولكنها تقريبا بالنسبة لي. على فكرة، تعامل المرأة الفرنسية مع تصرفات الرجل مختلف تماما عما نقوم به في العالم العربي، بمعنى أنه إذا قمت بلمس الأوروبية أو الفرنسية وهي لم تعطيك حق أن تلمسها، فهذا بالنسبة لها اعتداء. موضوع الأحكام هو أن غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف أعادت الملف للقضاء، بمعنى المحكمة الجنائية الفرنسية، علما أن غرفة التحقيقات أثبتت وقالت بأنه هناك اعتداء جنسي، وهناك يعني ما تطالب به وما قالته الضحية حقيقي. القضاء أو المحكمة الجنائية الفرنسية اليوم ستأخذ مجراها في هذا الإطار، بالرغم من أنه يعني محكمة النقد يعني أرجعت الملف وقالت بأنه ليست هناك
كاعتداءات جنسية. غرفة التحقيق أثبتت ذلك. الآن المحكمة الجنائية يجب أن تجد نقطة حوار بين الاثنين، لأنه